بقول لك ايه، سشوار ما بيفرقنيش. انت الرؤيه اللي حاططها لنفسك اصلا فين؟ يعني انت بالنسبه لك شايف الخطوات اللي جايه رايحه فين؟ بص برضه هقول لك حاجه، يعني انا طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى يعني كان اكبر بكتير من فهمي، عشان انا ما اطلعش اقول لك ان انا كل حاجات كانت مدروسه. طبعا طبعا وانا كل الفضل يرجع، مش لا، كان في نسبه توفيق كبيره جدا. بس لازم جداً الواحد جداً يسعى جداً. وبيفكر ولازم يبقى فيه بس انت التوفيق. بتعمل طبعا انت بتعمل. انا بقالي 15 سنه او 17 18 سنه بشتغل. امتى هيجي توفيق ربنا؟ توفيق ربنا ده هيجي الوقت اللي انت لما ربنا هيبقى لما يبقى يبعته. بس انت لازم تشتغل هم. كل يوم، تشتغل وبتعمل كل اللي عندك. بعد ده طبعا الرؤيه بصراحه اللي انا نفسي تكون موجوده، ان انا اعمل حاجات ما تكون تخش البيوت، مم. ما يكونش فيها الموضه دلوقتي بقت مين هيعمل ايه اكتر، علشان في حاجه جديده اسمها الترند. الترند ده اكبر كارثه ممكن يعني تقابلك في الحياه، مفهوم طبعا. لان الترند كل ما لازم الترند يعلى على الترند. طبعا انت ما بتعليش على العادي، هو الترند ده يعني انك انت بتعلى على العادي، يعني بتخترق العادي فبتطلع ترند. انما اللي بعده بتخترق الترند، فكل مادة انت بتزيد في الهبوط اكتر واكتر علشان تقدر تطلع ترند على الفترات اللي بعده. فبيبتدي انت بتضحي بقيم على قد ما تقدر، لان الستاندر هو قيم احنا اتربينا عليها. انما انت كل ما بتضحي بيها على اكتر واكتر كل ما بتطلع ترند اكتر. ازاي تطلع ترند؟ ازاي تطلع ترند من غير ما تضحي بقيم كبيرة؟ دي المعادلة الصعبة بقى. دي بقى اكتر حاجة صعبة في الحياة. هم. بس اللي انا قدرت اوصل له او اسعى له هو انك تشاور على الاطفال. الاطفال هم اكتر شيء في الحياة مهم جدا جدا، وانت لما تكون بتصنع له هم الجيل اللي طالع معاك، اللي بيحبك، اللي ما بيعرفش يكذب. انا بلاقي الاطفال في الافراح دي اكتر حاجة في نجاحي، انا فخور بيه. بلاقي الاطفال بتيجي تسلم عليا وبتيجي تحبني وبيقعدوا يقولوا، انا بعمل لهم اغاني عشان ما يقعدوش يقولوا اختياراتي مدمره حياتي، وعايز اقول له يا حبيبي اختيارات ايه؟ 4 سنين واختيارات ايه؟ اوعى تختار دلوقتي. فين الاختيارات اللي مدمره حياتك؟ ده لسه، لا اصبر. انت لسه شفت حاجه؟ فده اللي بنشل عليه. والحاجات اللي انا بعملها في الالبوم وكده ليها علاقه بس انت عامل لهم البطه بقى دلوقتي. بطه ده انا لسه، ده انت دخلت بقى في كي جي 1 لا اصلا. طبعا طبعا لا طبعا. في كي جي 1 واي اي وكله. وعايز اقول لك على حاجه، انا رحت المونتاج علشان اي حاجه ليها علاقه بان الاطفال ما ينفعش تشوفها انا بشيلها بجد والله. والله. يعني كان في بطه، هي البطه اللي في الفيديو كليب. في الفيديو يعني في بطه كانت بترقص عادي اوكي. بس كان في بطه من اللي هو المعلمين ماسكه شيشه شلتها. برافو. صح جدا بجد طبعا. صح. اصلا انا مش هخسر حاجه، انا هكسب ناس. يعني في فرق لما تكون انت هتخسر ناس، في فرق انك انت مش هتخسر ناس بس هتكسب ناس، ده مهم قوي. فانا بحافظ على الفكره دي، هي دي الرؤيه اللي عندي اللي انا بهتم بيها، يعني غير حب الناس، حب الاطفال. وبعدين بحس كمان اصلا ان اصعب حاجه ان انت لو في حاجه اتشهرت وانت مش عاجباك، دي اصلا احساسها سخيف جدا. ان انا حاجتي وما المشهور بسببها وانا بس انت اصلا ممكن تعمل متضايق. حاجه مش عاجباك اصلا. هو انا بعمل نص الحاجات مش عاجباني الحمد لله، ربنا كرمني بان انا الترندات اللي بعملها كلها بكلمك بجد والله العظيم. الترندات اللي انا بطلع اطلع اعمل رقصه مثلا، صدقين لو بايدي. والتانية لا وفي بتاعت المكسرات دلوقتي، اسمه المكسرات دلوقتي دي ما شاء الله يعني. اسمه ايه الواد؟ اسمه ايه خطيره بتاعت مهند. المكسرات دي بجد عجباني. عارف مهند اللي طلع عمل لك الفيديو اللي هو ده مهند ده عمل انا روبي موتني. شفت الافيه اللي انا قلت له بقول لك ايه انت عملتني، انا مش مشكله. ايوه انت كنت كاتب له حاجه ضحك فشخ كده. طب روبي عادي، عملتني انا ازاي؟ ايوه المشكله ان روبي ردت عليه روبي ردت عليه ده عامر، روبي قالت له ده عامر روبي احسن مني. ايوه
بص والله العظيم فالترندات اللي بتعملها ما بتبقاش الترندات اللي عاجباك. بعملها دي. طب بتعملها ليه لو هي مش عاجباك؟ هي مش عجباني، هي دي اسمها الفوضى الخلاقه. انا مسميه بند الفوضى الخلاقه. كلما زادت التفاهه كلما زي نظريه اقليدس كده. ده كلما الراجل زاد انت مفاجئني لا بالعمق. بس على فكره انت يا عارف جماعه احمد سعد عميق العمق في التفاهه جدا. لا بس مش هو العمق، أنا والله لا أنت عارف كلام ما قدمتش بحث كلام عنه. موزون. أنا عاجبني قوي 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 بقى. هو مش فكره العمق وكده، الادراك. انت مدرك كويس قوي بيعمل ايه وما كل بيعملش حاجه، إيه. كل خطوه رايحه فين، كل حاجه بتتعمل ليه، هتفيد في ايه. والله بص، ده كلام حلو قوي عليا انا، يعني اعتقد اقل منه بكتير، لان هو مفيش قاعده، بس انا بحكي لك عن كل الحاجات اللي بحاول افهم فيها ايه. يعني بالنسبه لشغلي يعني بحاول اعمل، يعني في حاجات كتير جدا جدا ضمن الحاجات اللي انا عملتها دي ما عملتش حاجه يعني. اكيد يعني فاهم طبعا. قصدي؟ يعني مفيش حاجه اسمها الادراك، يعني عندك ادراك كامل. لا الادراك بس ده مش بصراحة- هل هي هتنجح ولا لا، ده موضوع ده تاني. موضوع بس بقى، انت بالظبط، برافو عليك. مدرك ان انا بعملها لكذا للسبب ده. بالظبط. لان انا بحس ان في بالذات في عالم المزيكا، اه انا بحس ان في ناس كتير ما بتبقاش عارفه الخطوات ايه اصلا. يعني في مطربين بحسهم ان هو بيحاول وصوته حلو وكل حاجه. الفرق معاك ان انا بقيت بحس ان في كذا واحد كده هم يتعدوا على الصوابع، بقوا عارفين قبل ما ينزلوا الحاجه هو هينزلها امتى وازاي وليه وهتضرب وهتعمل ايه. بالإمتى. انت واحد منهم وبقالك ما شاء الله يعني كذا سنه ماسك في عارف والله ازاي ده- تعملها. ده كلام خدنا في حلو. ايدك يا جدع. في كلام حلو جدا. ايه الانانيه دي؟ ده انا جاي لك. خدنا عندك التاني، ده اعمل أنا كده جاي لك. واحده ده أنا- بيس وواحده ده كيلو. انا قاعد، ده انا اغنيه ثالث صف على البحر، انت اول ماشي. صف على البرنامج. سي فيو برنامج. ودي لا بص، هقول لحضرتك طبعا الكلام اللي انت قلته ده شكرا عليه، لان هو يعني انا لا، دي بحس حقيقة إنه أنا والله بجد. انه اكبر مني. بس انا هقول لك على حاجه، انا طول عمري بطلع في البرامج بمثل، اروح ضارب الاستشوار وعامل مش عارف ايه واطلع امثل. اصل انا الجمهور هو عشقي وانا تحت امر، الكلام اللي هو ملزق قوي لا ده. هو بقى. انا الكلام الملزق ده عمر ما ربنا كرمني بيه. اول ما طلعت الناس ما بيضحكش عليها. مش انا هطلع اقول للناس جمهوري الحبيب انتوا اهم حاجه في عمري، وانا لا هو عارف ان انا بطلع بقول برنامج، طبعا وطلع في برنامج مش هطلع اشكر فيه. طبعا. انا بطلع انا بتكلم زي لو انت شلت المايك ده كده هنقعد انا وانت نتكلم بالظبط. وانت قاعد، انت عارف احنا كنا من شويه بنتكلم زي ما انا بتكلم معاك دلوقتي، لان الجمهور ما بيضحكش عليه، هو عارف انك الجمهور ملزق. بقى ذكي جدا دلوقتي ملزق ومش طبيعي. كمان. اول ما بقيت طبيعي خلاص لا بحلاوتك بقيت بوحشتك بقى، بس خلاص هو المشكله مش انك تبقى انت وحش او حلو، المشكله انك تبقى انت. تبقى مش حقيقي. الناس هي دي. هتحبك زي ما انت. صح. انت كده، انت عصبي، انت حلو، انت وحش، هو بس هو انت. هو طول ما انت اول ما انت بتلزق وتبقى انت مش انت، الجمهور بيهرشك. فانت كنت ملزق ودلوقتي بقيت انا مش كنت ملزق خدت بشكل دش. بقول لك ايه، سشوار ما بيفرقنيش.